لما واحد يقعد يتكلم كتير ويهري في الكلام فتلاقي الناس بتقول له يا عم ما تتفلسفش علينا، وده لان الفلاسفه بالنسبه لمعظمنا عالم فاضيه وما لهمش غير الكلام الغريب، واللي عاوز له واحد فاضي مفيش وراه لا شغله ولا مشغله. واللي يغيظك انهم بيتكلموا بجد جدا ومقتنعين جدا بكلامهم بطريقه شديده لا تتخيلها. يعني مثلا واحد فيهم يقول لك هو احنا ليه بناكل بطيخ؟ طيب هو البطيخ موجود من الاساس ولا احنا بنتخيل وجوده لان الحواس بتاعتنا هي اللي بتوجده؟ وهل البطيخ من جواه لونه احمر ولا احنا بنتخيل اللون ده؟ يعني من الاخر واحد فاضي وبيدور على اي حاجه تشغله. طب تعرفوا ان الفيلسوف ممكن يقنعك باي حاجه حتى لو كانت غلط؟ يعني مثلا السوفسطائيين كانوا بيقنعوا الناس بحب البراغيث عن طريق السفسطه. تقول لي انت بقى يعني ايه سفسطه؟ السفسطه معناها المهاره في اثبات النفي ونفي الاثبات بحجج عقليه مقنعه، يعني يقول على الغلط صح وعلى الصح غلط ويقنعك بالكلام ده كمان. فكانوا بيمدحوا البراغيث وبيقولوا عليها انها كائن مفيد جدا، وده لانه بيزيل الدم الزائد من الجسم وبيجبر الواحد انه يغير كل ملابسه وياخد كمان شاور على السريع. وده اللي انشأ مصطلح النظافه. ولو مفيش براغيث ما كانش هيكون في مصطلح اسمه قذاره. طيب لو مفيش قذاره ما كانش هيكون في ضروره للنظافه. فبكده لو البراغيث ما كانش ليها اي اهميه من الاساس فالحياه من غيرها افضل. ما هو لولا المرض ما كانش هيبقى في وجود للعلاج. طيب ليه بقى اتوجد المرض اصلا؟ انا عن نفسي لو بتكلم مع الفيلسوف ده هقول له يا عم انت عندك حق وعشرة على عشرة، لاني مش فاهم اي حاجه ومش ناقص وجع دماغ. عرفت ليه بقى اللي بيقعد يقول كلام مش مفهوم وبيتلوى في الكلام الناس بتقول عليه فيلسوف؟ ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو كنت بتشوف المقطع عن طريق اليوتيوب فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو كنت بتشوف المقطع عن طريق التيك توك فما تنساش الاعجاب والمتابعه والمشاركه والاكسبلور. دعمكم لينا هيخلينا نستمر. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.